السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من تعليم الشطرنج. فيديو النهارده فيديو خفيف جدا وبسيط جدا وسهل، واسمه الكاونتر اتاك او الكاونتر تشيك، او يعني التشيك المضاد، او سميه زي ما انت عايز تسميه. وتعالوا نشوف مع بعض اول مثال. اول حاجه الوزير الاسود بيقول للملك الابيض تشيك. عندي دلوقتي خيارين، الوزير الابيض هياكل الوزير الاسود، يبقى الموضوع تعادل. بس في خيار تاني، ان انا ممكن اجيب الحصان هنا وامنع الكش. بس هيعمل حاجة تانية كمان الحصان ده، ان هو يقول كش ملك للملك الاسود. يبقى هو ده الهجمة المرتدة او الكاونتر تشيك او الكش المضاد، ان انا بحاول امنع الكش وفي نفس الوقت بقول للملك الاسود كش ملك. تعال نجرب كده مع بعض. طبعا كش ملك هنا ما يقدرش طبعا الوزير ياكل الحصان، علشان الوزير الابيض رابط الوزير بالملك، فكان لازم الملك يتحرك. لو جينا دلوقتي حللنا الموقف، هنلاقي ان الحصان مأمن المنطقة دي، والوزير ممكن يجي هنا في المربع ده يقول كش ملك، كده كش ملك مات. زي المثال اللي فات، الوزير الاسود بيهدد الملك بيقول له كش ملك. طبعا انا معايا عسكري عاوز يترقى، وفي وزير ابيض ممكن يحمي الكش وفي نفس الوقت هيقول كش ملك للملك الاسود. تعال نشوف كده مع بعض. ادي كش ملك، لازم الوزير طبعا يحمي، لان الملك لو اتحرك في اي مربع وزير الابيض هياكل الوزير الاسود. فطبعا الوزير بيحمي. ممكن دلوقتي اكل الوزير في وزير هياكل، وبعد كده انا ارقي، ابدا بقى الخطوات بتاعتي في الكش متعادل. تعال نشوف الموقف ده، كش ملك بالطبيعة. تعال ازاي نفكر ممكن نمنع الكش وكمان نعمل كش مضاد. طبعا في كذا طريقة ان انا ممكن يعني امنع الكش او ابعد بالملك. يعني ممكن اجي هنا في المربع ده وامنع الكش، ممكن اجيب الوزير عادي، ممكن اجيب الحصان هنا، ممكن كمان اجيب الحصان هنا. فطبعا احنا لو حركنا الحصان وفي وزير ضارب الملك، تعال نشوف الكش المضاد ده. لو جيت بالحصان هنا كش ملك، الملك اتحرك، طبعا نفس المرة اللي فاتت الحصان حامي المنطقة دي، كش ملك، الملك اتحرك، طبعا الحصان حامي المربع ده، والوزير لو جه هنا هيبقى كش ملك. الموقف اللي بعد كده كش ملك برضو بالطابية. عندي دلوقتي حلين، ان انا احرك الملك، ممكن احرك الملك وامنع الكش، ممكن انزل بالطابية بس طبعا الطابية هتاكلها اخسر الجيم، وفي ان انا احمي بالحصان ومنها او الكش ملك للابيض. كش ملك طبعا هياكل واكل، وبعد كده احاول ان انا اقول له كش ملك عادي جدا براحتي. الموقف الاخير معانا، عندي الطابية بتقول لي كش ملك، ازاي ان انا امنع الكش دي بكش مضادة. طبعا انزل بالطابية هنا ويبقى فيه هنا فيل الاسود ضارب الخانة دي، اقول له كش ملك. تعال نشوف كده مع بعض. كش ملك طبعا هو اتحرك بالعسكري بيقول لي كش عادي جدا، وانا برضو هقول له كش ملك بالفيل. هو اتحرك، عندي دلوقتي برضو كش بالكشف، بس مش ان انا احرك الفيل. لو حركت الفيل مثلا في اي مكان واقول له كش بالطابية، في هنا الحصان هياكل الطابية، فما ينفعش ان انا اقول كش ملك بالطابية دي. انما في كش ملك تانية، ان الطابية دي ضربة الخانة دي، لو كلت الفيل ده يبقى كش ملك. طبعا كده انا معايا عسكري هيترقى، ومعايا كمان ان انا اكل الطابية دي، والعسكري كمان هيترقى ان شاء الله لو انا حتى وقفت الطابية هنا. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اظن ان التكتيك النهاردة كان سهل جدا، اللي هو الكش المضاد. واتمنى ان شاء الله يكون استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله، وفي امان الله، مع السلامة.